السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نوارة. ترجم الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم ملوي اللي كيجي صراحة مورق وسهل في التحضير بالنسبة للمبتدئات ولا اللي ما كيصدقش معاهم الملوي. هاد الطريقة اللي غندير صراحة كيجي ساهل ومورق كما كتلاحظوا. دوزو نشوفوا الطريقة والمقادير ديال هاد الملوي. كنحتاج 3 ديال الزلايف ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الدقيق الفينو. عندي الملح، خميره، السكر. بالنسبه للعبار انا درت هنايا السكر غير واحد راس معلقه والملح على حسب الذوق. بالنسبه للخميره على حسب البرد، كما كتعرفوا راه بارد الحال ضروري كنديروا شويه د الخميره باش كيطلع لنا الملوي زوين. كنضيف الطحين في القصعه. بالنسبه للخميره ما كنديروش بزاف، كندير واحد الكميه شويه راس معلقه تقريبا صغير. كما قلت لكم على حسب الجو، دابا راكم عارفين بارد الحال من الاحسن ندير شويه الخميره باش كيجينا مسمن زوين. كنضيف الماء بطبيعه الحال، الماء اللي باش غنخلط الملوي ديالي، العجينه ديال الملوي. كنخلط من بعد ما جمعت العجين كما كتلاحظوا ما كندلكاش بزاف. كنجمعها وكنديرها في واحد البلاستيك غذائي وكنخليها وترتاح واحد الساعه ديال المكانه حتى لساعتين. العجينه من بعد ما درتها في بلاستيك غذائي خليتها واحد ساعتين كترتاح مزيان. كما قلت لكم راه ما دلكتهاش في الاول. ملي كديروها في بلاستيك وكنخلوها كترتاح مزيان كطول لنا العجينه كتولي بحال دلكناها باليد. صافي كندوز دابا باش كنقطعها على شكل كريات كم الحجم اللي بغيتو، صغار ولا كبار. انا درتهم هنا متوسطين. صافي كنقسم العجينه على جوج ومن بعد كنقطعهم كرات صغار متساويين. كما كتلاحظوا كنستمر انا هكذا في التقطيع حتى كنكمل وكنديرهم كرات بحجم متساوي. كما كتلاحظوا بعد ما قطعت العجينه كرات متساويين، دابا غنحطهم في القصعه. هنا غنديرهم هنا في القصعه وغندهنوا الوجه ديالهم بالزيت وغندهنهم بداك البلاستيك الغذائي وغندوزو ان شاء الله باش نورقوا العجينه ديالنا ديال الملوي. العجينه من بعد ما خليتها كترتاح هنايا ذوبت الزبده كما كتلاحظوا ودرت شويه ديال الزيت في الزلافه والفينو باش غنورق الملوي ديالي. كما كتلاحظوا كنجيب الكره الاولى اللي قطعت في الاول وكنبدا كنورق فيها كما كتلاحظوا. وانا كنستعن بالزيت، كنبقى ندير الزيت شويه بشويه. ما كنديروش الزبده هنا كما كتلاحظوا. انا راه ما كثرتش الزبده في الزلافه. كتعرفوا هاد الوقت دابا الجو بارد دغيا كتجمد الزبده. درت غير شويه في الزلافه اللي باش غنخدم والشي الاخر خليته في الكاسرونه حتى نعاود نسخنه. صافي كنستمر انا هكذا كنبدا نورق العجينه مزيان حتى يبدا يبان ليا سطح العمل. ومن بعد كنرش بالزبده وكنرش بشويه ديال دقيق الفينو وكنطوي كما كيبان لكم في الصوره. وكنبدا نلوي الملوي ديالي كما كتلاحظوا حتى كنسالي كاع الكرات. نخليكم مع لا فيديو.
من بعد ما كملت الكريسات ديالي كاملين كما كتلاحظوا. دابا غندوز خليتهم كيرتاحوا واحد تقريبا غير 5 دقائق حتى 10 دقائق، غنقرصهم وغندير المقله ديالي كتسخن صافي. وغندوز غندير واحد الكريسه ما كنقرصهمش كما كتلاحظوا بزاف، كنضربوا الوسط باش ما يكونش لنا معجن، وكنضربوا حتى الجناب. واخا درت فيها ديك الخميره ما تنفخوش ليا المسمنات، ما جاوش بحال شكل المخمار، يعني ملوي كما مورق، كيجي ملوي مورق وزوين ما خامرش. ديك الخميره غير كتساعدو شويه باش كيتنفخ ليا الملوي صافي. كنبدا نطيب فيه كما كتلاحظوا، وكنمحدي كنطيب وانا كنبدا ندور في المسمنه باش الطياب يكون لي على الملويه كامله كما كتلاحظوا. غنبدا ندور في الملويه ديالي ونبدا نقلب فيها كل شويه، نبدا نقلب فيها باش يكون داك اللون ديال التحمار كيكون موحد. وكنبداو نرشو شويه ديال الزيت ولا الزبده باش كتجينا محمره كامله الملويه. كنستمر انا هكذايا صراحه، كيجي هذا الملوي مورق وزوين كما كتلاحظوا في الصوره. كنستمر انا هكذا حتى كنكمل، كيجي ملوي مورق. الملوي ديالنا من بعد ما طاب كنشخشخوه ولا كنبداو نفتحوه فيه هو سخون باش دوك الوريقات ديالنا ديال الملوي كيبداو يتفتحوا كيبانوا لينا ورقه مورا ورقه كما كتلاحظوا. كيكون مورق، كيجي من الداخل صراحه مورق وزوين، وهذا هو الشكل ديالو. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم، ملوي مورق كيجي رائع وزوين. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.